من أوائل الذين دعوا إلى إقامة المحاضرات التوعوية والدينية والحلقات الشرعية داخل ردهات وقاعات النادي، وأعتبر هذا وعي مبكر في وقت كان الناس يظنون أن دخول الأندية نقصا وليس أمرا فيه خير. عبد الرحمن بن سعود، أنا أفقد الأخ وأفقد الصديق وأفقد الزميل الذي تشرفت بزمالته لمدة سنوات في مجال الوسط الرياضي، فهو خسارة للوطن وخسارة لكل شخص محب للرياضة ومحب لآل سعود. أنا أبو خالد فقيد الرياضة العربية والسعودية والآسيوية، رجل مهما تكلمنا عنه مهما قلنا لا نوفي حقه. رجل بقامة الأمير عبد الرحمن رحمة الله عليه علم، وهو أكبر من علم، رمز وأكبر من رمز، ظاهرة جل أن تتكرر. رحمة الله على أبو خالد. الحمد لله، مثل ما شفت المحبة والعالم اللي شفت تعطيك انطباع محبة الناس لسموه رحمة الله عليه، وهذا دليل على صفائه. رجل قدم للرياضة الكثير، قدم من جهده وماله ووقته والحمد لله أنه ما ذهب سدى. الكل يترحم عليه، الكل افتقده، وسيظل في قلوبنا محيينا، وسيظل رمز من رموز الرياضة في المملكة العربية السعودية. خالد اسمه لن يتكرر. أبو خالد ظاهرة غير طبيعية الحقيقة. البيت الهلالي سمو الأمير ماذا سيعمل؟ البيت الهلالي مصابه مصاب البيت النصراوي، مصاب البيت الرياضي ككل. الأمير عبد الرحمن رحمة الله عليه ما يخص النصراويين وحدهم، صحيح أنه رئيس النصر وأبو النصر ومؤسس النصر الحقيقي، ولكن أيضا أبو لنا كرياضيين، أبو لنا كهلاليين نعتز فيه ونعتبره قدوة الحقيقة، واستفدنا منه الأشياء الكثيرة. أبو الرياضيين كلهم، ما هو سنا ولكن عقلا وتجربة، واللي ما يستفيد من تجربة أبو خالد في الرياضة ما كان مسلم. أنا قد قلتها قبل كده وأقول هذا صرح من صروح الرياضة. لكن الأمير عبد الرحمن خدم الرياضة، كرس حياته كلها للرياضة.